سليم النهارده هيلف ويشوف ارقى واجمل احياء مصر، بس زمان مش دلوقتي. بس يا جماعه ده الشارع العادي كده في جاردن سيتي. بص العماره شكلها عامل ازاي، يعني انت كده ماشي في شارع عادي جدا في جاردن سيتي. ولو انت قابلت دي اول فيديو تشوفوا ليه على القناه هنا، فاشتركوا بقى دلوقتي حالا في القناه واعملوا لايك عشان تدعمونا لسلسله الفيديوهات الجديده المختلفه الفتره الجايه، اللي ان شاء الله مش في مصر بس من اماكن مختلفه حول هذا العالم مع سليم. اسمها فعلا جاردن سيتي، اسمها على مسمى، يعني كل الشارع مليان شجر حواليك، وتلاقي بقى العمارات كلها نفس الشكل. بصوا دي عماره، بصوا العماره شكلها عامل ازاي، 3 أو 4 ادوار، عماره نفس الشكل، بس النظام بتاعها الشبابيك القديمه، الشكل بتاع العماره كله. بصوا هنا العماره شكلها عامل ازاي، تمشي شويه كده تلاقي الجنينه حواليك، كل 5 سم تمشي تلاقي جنينه وتلاقي عماره او شارع كله عماير، والشوارع ضيقه والعمارات كلها واخده نفس النظام. وفجاه لقيت العماره القديمه المختلفه دي، فحبيت اخدكم معايا في جوله فيها. بصوا الشباك من هنا تشوف الشارع كله، سواء هي العماره بقى. بصوا السلم العماره عامل ازاي، بصوا من هنا عماره كلها دورين، عماره صغيره يعني بس شكلها حلو قوي، حاجه تحفه. من هنا تشوف جاردن سيتي كلها بقى، بصوا كده، شوف من هنا جاردن سيتي كلها، شوف الشوارع كلها من هنا، شوف البيوت بقى بتاع جاردن سيتي، الشوارع، الاماكن، شجر، عمارة كلها دورين بس نظيفة وهادية جدا جدا. بصوا من احسن العمارة اللي شفتها في حياتي صراحة، هايلة. ده كده ميدان طبيعي جدا في جاردن سيتي. بصوا بقى كم الشجر اللي حواليا وكم العماير اللي حواليا، يعني واحد، بصوا ادي الشجر مغطي الشارع كله، وكل ما هتمشي في مكان هتلاقي عمارة واخدة شكل مختلف. يعني بصوا الشجرة دي كده اهي، ادي وهنا الشارع ده كله شجر. بصوا بقى العمارة دي كلها متغطية بالشجر. ده غير بقى ان شكل العماير زمان والتأسيس بتاع العماير بتاعت جاردن سيتي كلها شكلها مختلف، يعني العمارة تشوفها تحس ان انت واقف كأنك واقف قدام فيلا. بصوا العمارة دي النظام بتاعها عامل ازاي، بصوا العمارة عاملة ازاي، دورين او 3 ادوار. بصوا الهدوء بتاعها، بصوا بقى الشوارع الجانبية بتاعتها، عمارة بجنينة، يعني العمارة نفسها ليها سور، المكان موجود حواليها كده متغطية كده. دي عمارة، تخيلوا يا جماعة، تحفة. طبعا الشجر المغطي العمارة كلها، يعني الشجر حواليها العمارة اهي. هقعد بحاول كده امشي حوالين العمارة اشوفها عاملة ازاي. بصوا بقى حواليا كله شجر، يعني العمارة متغطية كلها بالشجر، والدورين او الدور في العمارة تحس ان هو فيلا لوحدها. بصوا حاجة تحفة يا جماعة بجد. شكل العمارة من بره بس عامل ازاي، من اول هنا لحد هنا كل ده سور مغطي العمارة من 4 جوانب. فالعمارة نفسها ليها 4 جوانب وكلها متغطية بالسور حواليها من كل مكان. وكل ما تمشي في شارع تلاقي مثلا هنا عاش الفنان كذا، هنا عاشت نادية لطفي، هنا عاش الفنان فلان الفلاني. شجر مغطي العمارة من كل نواحي. بصوا مثلا بقى العمارة دي، العمارة كده في وسط الشارع اهي، مغطيها برضو بالشجر في كل نواحي. عمارة في النص دورين او 3 ومغطيها الشجر في كل نواحي، فجميلة. يعني انت لو مشيت في جاردن سيتي ونفسيتك تعبانة هتيجي هنا صدقني نفسيتك هتتغير تماما، مجرد بس كده شكل العماير والشجر، بس في الهدوء بعيدا عن الدوشة والزحمة يعني. والشجر مش بيبقى في الوش بتاع العمارة بس، الشجر بيبقى مغطي وش وظهر العمارة. يعني العمارة اللي ورايا دي، بصوا دي العمارة نفسها، الوش بتاعها الشجر مغطي الظهر بتاع العمارة كله، الشجر مليان ظهر العمارة فمغطي ظهر العمارة كله. هنا برضو نفس الكلام، الشارع كله مليان شجر حواليه من كل مكان، حاجة تحفة تحفة. هي دي حلاوة شوارع جاردن سيتي. شوارع جاردن سيتي مفيش زيها بصراحة في الحلاوة بتاعتها. تلاقي الشارع نفسه كله مليان شجر، بس العمارة دي مثلا دي، بصوا العمارة التانية حواليها شجر، في النص فيه شجر، تلاقي شجر حوالين العمارة، شجر مغطي العمارة كله. هنا مثلا بصوا البيت نفسه عامل ازاي، شكله تحفة، 3 أو 4 ادوار بس حاجة تحفة. تحس ان انت في عمارة من ايام البهوات والبشوات بتوع زمان، حاجة كده اسطورة يعني. بصوا شارع جمال الدين ابو المحاسن، بصوا الشكل بتاع العمارة نفسه، ده البيت، يعني ده البيت، بيت حواليه شجر متغطي بشجر، مدخل البيت نفسه كله شجر وباب حديد. بصوا بقى مدخل البيت نفسه، مدخل البيت نفسه تحس ان انت داخل القصر مش داخل بيت. بصوا مدخل العمارة نفسه حلو جدا، حاجة تحفة. ده المدخل، دورين او 3، ده مدخل العمارة.
باب حديد مغطي العماره من كل جانب، فشكل العماره حلو قوي. هنحاول ندخل. بصوا كده حاجه رهيبه، شكل العماره حلو قوي ومختلفه جدا جدا بصراحه، حاجه تحفه. بصوا الازاز بتاع زمان، شكل الاسانسير. ايه يا حبيبي؟ هو ايه اللي ممنوع؟ ليه ممنوع؟ انا بصور نفسي مش بصور حد، بصور بس الباب الازاز. بصوا الاسانسير شكله حلو قوي، حاجه جميله ورهيبه الصراحه. صور داخل نفسي وفي المكان ما فيهاش حاجه يعني، مش حاجه هتضر، دي مش هتضر بحد يعني. انت جاي تقول لي ممنوع برضه؟ اول ما تطلع كده على اي شارع عمومي تلاقي حواليك، انت في ميدان في النص، بتلاقي حواليك الشجر من كل مكان ومغطي المكان كله. يعني بصوا كده مثلا شجر حواليك في كل مكان. الراجل بتاع البيت الجميل ده، هنا شجر هنا شجر وهنا شجر، مغطي البتاع من كل مكان. جاردن سيتي احلى حاجه فيها انت كل ميدان تلاقي فيه 4 دخلات، يعني ده شارع وراه شارع يمين وشمال و4، واي شارع تدخل فيه تلاقي كله شجر. ده مش موجود دلوقتي في حقيقة كتير. بصوا مثلا شارع فيه كم شجر رهيب، شارع بصراحة مريح نفسيا يعني. الشجر اللي فيه خليه كده ايه، عندك راحة نفسية رهيبة. بصوا شكل العمارات، دي بقى الحلاوة كلها، تلاقي الشجر حواليك في كل مكان وبعدين عمارة. بص العمارة شكلها عامل ازاي، حاجة جميلة جدا 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 صراحة. انا ما لقيتش من التمشية يعني، عايز اكمل تمشية في كل مكان، لان كل ما اروح في حتة اشوف كده بيت تلاقي البيت حواليه كله سور حديد مغطيه كأنه فيلا مش بيت. بصوا حاجة جميلة قوي. حواليها الشارع مليان شجر، على العمارة نفسها الشجر مغطي العمارة كلها. بصوا العمارة مش باينة من الشجر، الشجر اهو مغطي العمارة من كل مكان. بصوا اهو، هتلاقي العمارة متغطية كلها بالشجر. دي الحقيقة أكتر حاجة بتميز جاردن سيتي عن أي مكان عامة، إن أنت تحس إن أنت ماشي جوه جنينة مفتوحة، فكل عمارة وكل بيت وكل مكان تلاقي الشجر مغطي العمارة. دلوقتي أنا ما بين العمارة وما بين الشجر. بصوا حلاوة حلاوة بجد، الشجر كله مغطين. بصوا الشجر حوالين العمارة في كل مكان أهو، مغطي العمارة دي والعمارة اللي جنبها والعمارة اللي حواليها. بصوا بقى أصلا العمارات شكلها تحفة لوحدها يعني. بصوا مدخل العمارة ده مدخل عمارة عادية جدا 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 في جاردن سيتي. ده مدخل العمارة، دي عمارة عادية جدا في جاردن سيتي، مدخلها عنيق جدا جدا جدا. اسانسير، الباب بتاع العمارة، السلم. بصوا بقى العمارة شكلها من فوق حلو قوي، رهيبة. كل دور بالنظام زي ما انتم شايفين كده، الاسانسير والباب، حاجة في منتهى الأناقة واللباقة، حاجة فخمة بجد رهيبة. هلو يعني لو مكتئب وهتمشي هنا وسط الشمس والزرع والجمال ده هتنسى كل حاجة بصراحة. النهاردة نازل مكتئب جدا، نزلت حاسس ان انا بقيت احسن شوية من التمشية، بس مجرد التمشية وسط الشجر والشارع يعني حاجة جميلة. ساعات الشارع هنا بتبقى زحمة وساعات بتبقى هادية. عايز اوريكم عمارة هنا، هي دي العمارة اللي كان ساكن فيها نادية لطفي يا جماعة. هي دي عمارة نادية لطفي، يعني شكل العمارة بس ان هي مش الدور الواحد، ممكن يكون او الشقة الواحدة ممكن تكون اقرب بالفيلا يعني. بصوا الدور الواحد عامل ازاي، كلها 3 ادوار بس بصوا الدور عامل ازاي. تحس ان هي مش عمارة، هي فيلا مصغرة، فكل دور تحسه دور في الفيلا دي، وهي 3 ادوار بس. تحفة مرة جميلة. عرفت منين بقى ان دي العمارة كانت ساكن فيها نادية لطفي؟ من اليافطة دي اللي هي احلى حاجة اصلا موجودة في مصر. وانا عاشت نادية لطفي من 37 ل 2020، كانت قريب يعني. بس بص بقى مدخل العمارة نفسه تحس ان انت عند مكان حلو، بس هي مش الحاجة الواو، ولكن هي عادية يعني، مدخل بسيط شوية. الباب الازاز، بصوا شكل العمارة نفسه يعني مش الحاجة الواو. هنا بقى كان بيتحط البريد والحاجات بتاعة البريد والعملات والحاجات دي كلها. 3 سلالم على انتوا، مساحة يعني مساحة رهيبة، مساحة جميلة قوي يعني، مريحة نفسيا حتى. ده اسانسير، حاجة رهيبة. شقق بعيدة عن بعضها، بص شقة في آخر الدور وشقة في أول الدور، بعدين تمشي شوية تلاقي الشقة تانية، بعد ما تخلص تلاقي شقة في آخر الدور خالص. هنا شقة وهنا شقة، مساحة رهيبة، مساحة جميلة أوي.
العماره نفسها مش كبيره مش عاليه قوي، لكن مريح قوي نفسيا. الدخول بتاعها المدخل بس بتاعها مريح جدا جدا. بصوا ازاز، ستايل ازاز كده حتى جميله جميله. للاسف من فوق هي ضلمه مش باينه من فوق، لكن يعني نوعا ما ضلمه شويه. انت خارج بقى من العماره كده تحس ان انت خارج من مكان فخم قوي قوي، بس انا خارج من مكان ملكي. بصوا هنا الصناديق بتاعت البوسطه، تخرج كده تشوف باب الازاز، حاجه جميله. تمشي من كل شارع تلاقي هنا كان ساكن فنان فلاني وهنا كان ساكن فنان تاني. هنا مثلا في يافطه تانية بتاعت هنا كان ساكن نادية لطفي، هنا الناحيه التانية تلاقي يافطه مكتوب فيها ان فيها كذا حد كان مشهور او حد كاتب او صحفي كان عايش هنا. مثلا يعني هنا صلاح بسيوني ده كان سفير، ومحمد عبد الخالق حسونه. بصوا بقى يعني الفكره هنا ان هنا مش شقق، هي تقريبا مجمع سكني كده، تحس فيه عمارات وشقق كلها داخله في بعضها، يعني مجرد مكان تلاقي فيه 3-4 عماير حوالين بعض. بصوا انا داخل مكان عادي جدا، هنا هلاقي عماره، يعني دي كده عماره لوحدها، بصوا دي عماره لوحدها تمام. الشجر مغطيها طبعا من كل ناحيه، فانت مش داخل عماره، انت داخل مكان فيه شجر وفيه راحه نفسيه. العماره كلها تلاقيها دورين او 3 ادوار. السلام عليكم. الامر اللي بصور نفسي ما تقلقش، هو مش بصور حاجه تخص حد، يعني انا بصور بس من الاماكن كان ساكن فيها ناس مشهوره. يعني انا مش تبع حد، انا اسمي سليم سليم وبعمل محتوى على اليوتيوب. يعني مش هصور وانا بعيد عنه خالص، انا بصور بس الشارع المدخل بس. لا خليك انت بره معلش، انا خلصت اوريدي، انا كده خارج ماشي الشارع بس وخارج. ممكن اصل ده شارع مش بتاع حد. ايه المشكله لما عندك؟ يشوفوك بالتليفون كده يعملوا مشكله. باشا التليفون بصور نفسي، وفي حد يمنع حد يصور بالتليفون؟ مانعين حد يصور في المكان. طب يا عم اللي يمنع عند بيته، يمنع عند عمارته، انا مش بصور عنده. ده مكان دوت حرم العمارتين. الشارع نفسه والمدخل نفسه فيه عمارتين مانعين التصوير كده زي ما انت شفت دلوقتي، بس يعني الموضوع باين انه في شجر من كل مكان، واي حته هتروح هتلاقي ناس تقول لك ممنوع التصوير من غير اي سبب ولا داعي. لكن هي بصراحه عماره تحفه. بصوا شجر، مكان هتخيل رهيب قوي، كان حلو قوي. هو كده قال تصوير ممنوع كده، هو اتبسط. طبعا موضوع التصوير ممنوع ده في كل مكان، يعني الناس بتبقى خايفه حد يصور عماره، حد ينزل في العماره وايا كان، فهو الموضوع مبيبقاش فيه اي ضرر ليهم، ولكن الناس اتعودت يعني اي حد بيصور لا ممنوع وخلاص. امشي بقى في الشارع نفسه كده هتلاقي كم شجر رهيب. اول مره امشي في جاردن سيتي عامه الاقي الهدوء ده مريح نفسيا جدا يا جماعه. بصوا دورين او 3 الشجر ده بقى، دي فيلا تقريبا مش بيت، تقريبا فيلا قديمه او حاجه، شكلها حلو قوي. انا مشيت في الشارع ده اوريدي، حاجه رهيبه. انت ماشي في جاردن سيتي هتلاقي كده تحس ان في مجمع، يعني مجمع سكني، وتلاقيه كله محيط بالشجر من كل مكان وحواليه شجر في كل مكان. انا داخل دلوقتي شايف بجد حاجه من احلى العمارات اللي ممكن اكون شفتها بالتصميم بتاعها ده. بصوا دول 3 عمارات، دي عماره الثانيه الثالثه حواليهم الشجر بقى من كل مكان محاوطهم، حاجه رهيبه بجد. تحس كده ان انت في مكان هو يعني مكان واحد ولكن متقسم 3 اجزاء، والتصميم بتاعه وشكل الشجر بتاعه حاجه بصراحه تحفه، تبسطك قوي، تخليك تحب كده ان انت تمشي في المكان ده. حاجه رهيبه 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 رهيبه. السلام يا جماعه، يا السلام. صوت بقى الزرع والشجر حواليك كده، تخيل تصحى من النوم كده على المنظر الحلو ده. I wanna live here. بصراحه جمال شوارع جاردن سيتي ما يخلصش، كل ما امشي في مكان الاقي الشجر من كل مكان محاوطني، العمارات كلها تصميمها حلو جدا. بصراحه فعلا جاردن سيتي زمان كانت من ارقى الاحياء ومن اكتر الاحياء اللي بيعيش فيها فنانين وممثلين ورجال اعمال وناس شخصيات عامه وكل حاجه، في بيوت مساحتها كبيره جدا وشكلها شكل الفيلا. فحقيقي جاردن سيتي يعني لو انت اول مره تروح فيها او لو بقالك فتره ما رحتش جاردن سيتي، تحس ان انت ماشي في مكان عباره عن جنينه مفتوحه، مكان حقيقي مريح نفسيا جدا ومرخي كده الاعصاب. فلازم تيجي جاردن سيتي لو بقالكم فتره مش بتيجوا هنا. بصوا حقيقي انا حاسس ان انا مش عايز امشي، يعني الشارع بدأ يفضى
وبدا بعد زحمه الشغل بقى والناس كلها بتبقى خارجه من الشغل الساعه 3 و 2. دلوقتي جاردن سيتي بدات تهدى، فحاسس ان انا مش عايز امشي من كتر الحلاوه بصراحه، ولكن مضطر ان انا انهي الفيديو لحد هنا. لو عاوزين فيديوهات زي دي الفتره الجايه قولوا لي في الكومنتس، اما لو حابين نوعيه الفيديوهات اللي ليها علاقه بالسفر اكتر برضو عرفوني. الفتره الجايه نركز اكتر على نوعيات الفيديوهات اللي بتركز على الاماكن اللي في مصر المختلفه، ولا يبقى كلها سفر اكتر. تابعوني سفر ومغامره اكتر، واشتركوا دلوقتي حالا في القناه عشان تشوفوا فيديوز اكتر واحسن. يا سلام على الحلاوه يا جماعه، سلام سلام بجد. بس انا مش عايز امشي من الحلاوه، بس خلاص اشوفكم الفيديو الجاي. انا سليم، سلامكم الله.